الانقلاب التلفزيوني. موسم الهجرة إلى الشمال يبدأ في تلك الدولة مع بداية أشهر الصيف شديدة الحرارة، فيذهب وجهاؤها وأثرياؤها إلى أوروبا هربا من الحر الملتهب، حيث لا يبقى فيها إلا العمالة الأسيوية والفقراء والمنبوذين. أما صفوة القوم فلهم رب آخر يحميهم، رب المال والنفوذ. لكن ومع سفر هؤلاء إلى دول الشمال تبقى عقولهم معلقة في هذا البلد، حيث تأتي الفرصة مواتية للمكائد والانقلابات والغدر والخيانة. ميزة الانقلابات في قطر أنه يبدأ التخطيط لها في الشتاء لتبدأ في فصل الصيف. ولنبدأ القصة في عام 1868 عندما وقع الشيخ محمد بن خليفة حاكم البحرين معاهدة بالإكراه مع الكولونيل لويس بيلي المقيم البريطاني في الخليج. تم على إثرها انفصال مشيخة قطر عن البحرين لتصبح فيما بعد دولة قطر وليبدأ حكم آل ثاني. شرب خليفة من نفس الكأس عندما انقلب عليه ابنه حمد عام 1995، والذي بدوره نجا من محاولة انقلابية قام بها ابنه جاسم عام 2009. العائلة القطرية تمجد نفسها أولا، تستحوذ على معظم الدخول القطرية، في حين أن الشعب نفسه بيئن دلوقتي من شوية مشاكل رئيسية. أول حاجة عدم وجود الهوية القطرية، ان الهوية القطرية بدأت تدوب مع جماعات كثيرة دخلت إثنية من الخارج. هذه الجماعات الإثنية بتهدد الهوية القطرية، لأن هو الحكومة القطرية يعني فتحت المجال في موضوع إعطاء الهوية القطرية لغير أبناء قطر. الشيخ موزة بن ناصر المسند ضحية لصفقة مالية وسياسية بين أبيها المعارض لحكم آل خليفة والذي نفي إلى الكويت عام 1964، حيث كان ينادي بحقوق أهل قطر والمساواة بينهم في الحقوق والواجبات العامة وفي الانتفاع من عائدات النفط. لذا وقع تزويج موزة بن ناصر المسند بحمد بن خليفة، الأمر الذي لم يكن في حقيقته إلا انقلابا ناعما من آل المسند على آل خليفة. فلم يكن يتوقع الشيخ خليفة أن ابنة خصمه ناصر المسند هي من سيدق المسمار الأخير في نعشه وتجريده من حكمه وبقائه منفيا خارج البلاد. انقلب حمد على والده العجوز وطرده من الحكم واتهمه بالسرقة وتبديد مقدرات قطر، وترك والده يعتاش على الهبات في السعودية وغيرها من دول الخليج. كل ذلك بعد أن نجحت الشيخة موزة بين زوجات حمد الثلاث، نجحت في إيقاظ شهوة السلطة والنفوذ في حمد، وبذلك يكون ناصر المسند قد استطاع الثأر من والد حمد عن طريق ابنته موزة
التي لم تنسى التنكيل والاضطهاد الذي مورس على أبيها وقومها في عهد والد حمد زوجها والحاكم لقطر، والذي قام ساعتها بخدعة وقع فيها الجميع. حمد بن خليفة أكبر أبناء أبيه وأقلهم ذكاء، عانى كثيرا في دراسته الثانوية، حيث كان يفضل جلسات السمر والشعر النبطي مع أصدقائه. وعندما أرسل إلى كلية ساندهيرست العسكرية البريطانية لم ينهي دراسته فيها، ففصل منها بعد 9 أشهر، إلا أنه عاد إلى قطر برتبة جنرال ليصبح قائدا للجيش ثم وليا للعهد عام 1971. في صيف عام 1995 سافر الشيخ خليفة إلى سويسرا في رحلة استجمام كالعادة، بعد أن أجري له حفل وداع في مطار الدوحة. وصافح حمد والده وهو يضمر خطة الإطاحة به والانقلاب عليه، ولكن أمام عدسات التلفزيون كان يبدو هادئا ممتثلا لأبيه. بعد تحليق الطائرة بالشيخ خليفة حاكم قطر بعيدا عن سماء الدوحة، قطع تلفزيون قطر إرساله لإعلان البيان رقم 1. وعرض التلفزيون القطري مشاهد لوجهاء وشيوخ قطر وهم يقدمون البيعة للشيخ حمد خلفا لأبيه، والتي لم تكن في حقيقتها سوى دعوة من حمد لهم لمجرد السلام عليه. وبلع الشيوخ الطعم، وصدرت شاشات التلفزيون القطري الحدث على أنه بيعة للرأي الإقليمي والعالمي، علما بأنه تم ترتيب جميع المشاهد صورة بدون صوت، فيما عرف بذلك بالانقلاب التلفزيوني. ساندت إسرائيل حمد بن خليفة في انقلابه على والده، وكان همزة الوصل ومهندس تلك العلاقة هو حمد بن جاسم بن جبر، بعد أن أشيع عن اكتشاف الغاز بكميات ضخمة وأنها ربما تصب في مصلحة العلاقة المتقاربة بين قطر وإيران والتي روج لها آنذاك. لما تولى الحكم الشيخ حمد بن ثاني كان لوزير الخارجية حمد بن جاسم دور مهم جدا في تشكيل السياسة الخارجية القطرية. حمد بن جاسم بيمثل الجزء القوي في العيلة، لأنه جده جبر هو من الأساس الأجنحة القوية في العيلة، فلذلك كان هو حتى يصر أن اسمه حمد بن جاسم بن جبر. هذه القوة وكان هو على صداقة قوية جدا بالشيخ حمد نفسه بن خليفة بعد في انقلاب 95، وبدأت قطر تكون لها طموحات عالمية. هم عقلية استثمارية قوية جدا، هم قدروا يستثمروا إمكانياتهم كويس، وجود الغاز قدروا يستثمروه كويس، بدأوا يفتحوا علاقات مع العالم، وكان ده صيد سهل لأمريكا في الوقت ده. أمريكا بتعمل مشروع الشرق الأوسط الكبير، فمن ضمن الآليات بتاع مشروع الشرق الأوسط الكبير لازم يكون في حد في المنطقة أداة من أهل المنطقة يستطيع أن ينفذ سياسات أمريكا. فباركت إسرائيل هذا الانقلاب نكاية في إيران. في فبراير من عام 1996 أعلن عن اكتشاف مؤامرة لقلب نظام الحكم الجديد يتزعمها ابن عم الشيخ خليفة برفقة أكثر من 110 من رجال أغلبهم من قبيلة مري المتعاطفة مع الأمير المخلوع. وكان ابن الشيخ حمد وهو فهد قد شارك فيها، لذا تم طرده من سلاح الدروع واتهامه بأنه إسلامي متطرف. وتم وضع الشيخ مشعل بن حمد قيد الإقامة الجبرية، وقيل إن الشيخين عزلا بضغط من الشيخ موزة حتى تمهد لولديها جاسم وتميم الطريق نحو البلاط الأميري. وقد كان، حيث عين جاسم بن حمد وليا للعهد وهو الابن الأكبر للشيخ موزة. ومن الحظ العاثر لجاسم أنه تربى فكريا وعقديا على يد الشيخ القرضاوي صاحب فتاوى التحريض على حرق مصر وقتال الجيش المصري فيما بعد. وبدأ وجود جاسم يشكل خطرا على الأسرة الحاكمة في قطر، فتم تجريده من ولاية العهد لصالح أخيه تميم، حيث صدر مرسوم أميري جاء فيه بأن الشيخ حمد تنازل عن ولاية العهد، والذي لم يكن في حقيقته إلا أنه وضع تحت الإقامة الجبرية، ولم يسمح له بالسفر إلا بعد أن أذاعت قناة الجزيرة مرة أخرى بيانا للشيخ حمد يؤكد فيه أنه تنازل عن الحكم وهو في كامل قواه العقلية والأدبية. وأنني على يقين أيضا
أن تميم سيضع مصلحة الوطن وخير أهله نصب عينيه، وستكون سعادة الإنسان القطري غايته الأولى على الدوام. لتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي في أي دولة لا بد من قراءتها من ناحيتين: ناحية السكان وعددهم، وناحية الموقع الجغرافي والمساحة. وفي قطر عدد السكان قليل ومساحتها الجغرافية صغيرة جدا. الاقتصاد القوي محتاج لقوة عسكرية تحميه علشان تكون له إرادة سياسية حقيقية. اللي حصل في قطر دلوقتي أن هناك اقتصاد يبدو شكله أنه قوي برغم وجود تضخم عالي نتيجة أن الصرف دايما في حاجات استهلاكية. 2، عدم وجود قوة عسكرية تحمي هذا الاقتصاد، معناه أن الإرادة السياسية الموجودة القطرية إرادة زائفة. وهو ده اللي يخليك لو فكرت بعمق في المجتمع القطري كمجتمع كدولة قطرية، أنا بعتبر أن من أكبر دول العالم المهددة بالانهيار الفجائي هي دولة قطر، لأن دولة قطر لا تحمل في طياتها عناصر القوة الحقيقية التي تحمي هذا المجتمع سواء من الداخل أو من الخارج. أنت ليس لك جيش قوي يحميك، أنت وضعت أكبر قواعد عسكرية لأمريكا عندك، فبالتالي أنت فقدت إرادتك السياسية. عندما يحدث المواجهة بين الإرادة السياسية القطرية والإرادة السياسية الأمريكية، سيحدث انهيار مفاجئ للدولة القطرية، وحيندم القطريين أنهم في يوم من الأيام سلموا أمرهم بالكامل لأمريكا وإسرائيل. لكن وجود ضمانات أجنبية بالداخل هي ما تمثل حجر الزاوية والثقل الأمني للنظام الحاكم في قطر. وهنا يأتي الحديث عن أكبر قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في المنطقة، حيث حول الشيخ حمد بن خليفة بعد أن انقلب على والده حول بلده قطر إلى ثكنة عسكرية كبيرة لأمريكا. ففي غرب الدوحة سمح لأمريكا بإنشاء قاعدة عسكرية تسمت بالعيديد الجوية، بها ممر إقلاع بطول 4 كيلومترات ونصف الكيلومتر، ما يتيح إقلاع القاذفات الثقيلة والتي استخدمت فيما بعد للغزو الأمريكي على العراق. وبهذه القاعدة المقر الميداني للقيادة العسكرية المركزية الأمريكية والمسؤولة عن المنطقة الممتدة من وسط آسيا إلى جنوب القرن الإفريقي. في عام 2001 انتقل المقر الأمريكي إلى قاعدة السلية، القاعدة الأمريكية الثانية في قطر، والتي تكلفت مليار دولار في القاعدة الأولى و110 ملايين دولار في القاعدة الثانية، حيث تقع هذه القاعدة على بعد 30 كيلومتر فقط من قلب العاصمة، وتسع ل11 ألف جندي و116 مدرعة و150 دبابة و112 ناقلة مشاة، ومساحتها 37 فدانا. قواعد عسكرية في منطقة الشرق الأوسط، لأن بريجينسكي قال في الحلم الأمريكي اللي يقدر يسيطر على الشرق الأوسط هيسيطر على العالم كله. كان معظم القادة العرب اللي موجودين وخصوصا النظام الجمهورية بترفض وجود قواعد عسكرية. حمد بن جاسم شجع أمير قطر على أنه يبدأ يحط قواعد عسكرية في قطر، وفعلا بقت في أكبر قاعدتين لأمريكا في الشرق الأوسط موجودة في السلية وفي العديد. هذا التنازل القطري من وجود قواعد عسكرية أمريكية خلى أمريكا وإسرائيل تبدأ تتعاون مع قطر وتعلي من شأنها بأنها تديها مساحة في السياسة الخارجية. فأصبحنا بنشوف قطر بتتدخل في المصالحة الأريترية مثلا الليبية، قطر بتبدأ تتدخل في المصالحة ما بين الفلسطينيين وبعض، قطر بتدخل في المصالحة في دارفور. ده المساحة دي اللي عطتها ليها هي أمريكا نفسها علشان تقدر تنمي هذا الدور اللي قام به حمد بن جاسم. وللجميع الحق في الإجابة عن هذا السؤال: أين ذهب الشيخ حمد بن خليفة وترك الحكم لابنه تميم؟
ولماذا تميم دون غيره من إخوته الكبار؟ أسئلة سيجيب عنها الواقع القريب والأيام القادمة.